السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة علينا وعليكم. وقبل ما نقول أي كلمة والمواضيع اللي احنا هنتكلم عليها صلى على رسول الله. طبعا انت لو فاتك أخبار طول الأسبوع فالنهاردة في حلقة النهاردة اللي هي يوم الجمعة اللي هتنزل على اليوتيوب إن شاء الله جاي أقول لك كل الأخبار اللي حصلت طول الأسبوع. يعني لو في خبر عداك كده ولا كده تدخل على قناتنا قناة سمير شوقي إن شاء الله هتلاقي كل حاجة فاتتك. وقبل ما نتكلم على اي حاجه عايزين ندعي للاعب السعودي فهد المولد ان ربنا يشفيه ويرجع في اسرع وقت لاسرته سالم غانم، لان فهد المولد في حاله حرجه. طلع طبيب المنتخب وطلع قال لك ان فهد المولد في رحمه الله، يعني حالته حرجه جدا جدا جدا، واحنا كمصريين مرينا بالظروف دي مع احمد رفعت، فربنا يشفيه ويرجعه باسرع وقت لاهله، وربنا يرحم احمد رفعت اللي عمرنا ما هننساه. تعال اقول لك على المواضيع اللي احنا هنتكلم عليها في حلقه الجمعه. هنتكلم في كذا حاجه، واول حاجه هنتكلم عليها هي صفقات النادي الاهلي. كل الاهلاويه مستنيين الصفقات، كل الاهلاويه بتسال هو النادي الاهلي خلص في صفقات ولا لا؟ النادي الاهلي لو خلص في صفقات هيعلن عليها امتى؟ وتاني حاجه هنتكلم عليها موقف احمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، وتالت حاجه هنتكلم كمان عليها هي خساره نادي الزمالك وتعادل النادي الاهلي، واخيرا اصابه حمزه المسلوسي مع نادي الزمالك، الحوارات اللي حصلت بعد مباراه نادي الزمالك. واول حاجه هنبدا بيها وهي صفقات النادي الاهلي. كل الاهلاويه مستنيين الصفقات. ايه يا كابتن محمود الخطيب، هتجيب صفقات ولا مش هتجيب؟ ولا ايه الدنيا؟ ولا هنفضل الفريق وهنلعب بالسكواد اللي قدامنا ده؟ ولا انتم مستنيين لما الاصابه ترجع؟ كفايه بخل. هو ده الكلام اللي بيقوله جمهور نادي الاهلي. انا جاي اقول لك النهارده الصفقات اللي خلصت والصفقات اللي في الرتوش الاخيره. ايوه زي ما بقول لك كده، والصفقات اللي خلصت الاعلان عليها يا بكره يا بعده ان شاء الله، يا بعد مباراه بيراميدز بعد ما نخسر عشان يهدوا الدنيا، يا بكره قبل مباراه بيراميدز عشان يلعبوا مع الفريق. فان شاء الله تكون الصفقات دي قبل مباراه بيراميدز، لان احنا ما عندناش مهاجمين، وسام ابو علي مش هيلعب مباراه بيراميدز. ايوه زي ما بقول لك كده، وسام ابو علي خارج مباراه بيراميدز. تعال اقول لك بقى الصفقات اللي خلصت والصفقات اللي في الرتوش الاخيره. واول صفقه خلصت في النادي الاهلي هي صفقه زد مصطفى العش. الايام اللي فاتت طلعت الصفحه الرسميه لنادي زد وطلع قال لك ان مصطفى العش غير قابل للبيع. يعني ايه يا عم زد؟ قال لك يعني احنا مش هنبيع اللاعب لو طلع هيطلع عاره فقط لا غير. فالنادي الاهلي الحمد لله خلص في صفقه مصطفى العش، ومصطفى العش اهلاوي لمده 6 شهور. يعني النادي الاهلي جاب مصطفى العش اعاره من زد، ده ونادي زد قال لك لو بعنا اللاعب هتبقى الاولويه للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي خد اللاعب اعاره لمده 6 شهور، بس ما فيش حاجه اسمها احقيه شراء، ده كلام بس من نادي زد. لو بعنا اللاعب هيبقى الاولويه للنادي الاهلي. وتاني صفقه هي المهاجم جريدي شار. ايوه الاسم صعب وربنا يسترها علينا لما يجيب هدف هنطلع نقوله ازاي، بس يلا اهم حاجه المهاجم يجي وخلاص يبقى عندنا مهاجم نلعب بيه في مباراه بيراميدز، لان زي ما قلت لك وسام ابو علي مصاب ومش هيلعب. لحد الان الاخبار كلها بتاكد ان خلاص اللاعب في النادي الاهلي، واللاعب نزل كذا ستوري زي ما انت شايف قدامك على الصفحه بتاعته، والستوري دي تبين لك ان اللاعب خلاص بقى اهلاوي، والنادي الاهلي بس مستني اللاعب يجي للقاهره ويتم توقيع الكشف الطبي عليه وخلاص اللاعب بقى اهلاوي. لا بس ايام والصفحه الرسميه للنادي الاهلي تعلن على الصفقه. ندخل بقى على الصفقات اللي في الرتوش الاخيره، وزي صفقه البرازيلي ايفرتون دا سيلفا ده. ومش بس كده، في صفقه كمان اسمه دريك كوتيسا، اللاعب ده بيلعب هاف. فان شاء الله النادي الاهلي يخلص الصفقتين اللي باقيين، وكده يبقى النادي الاهلي خلص في 4 صفقات. ندخل بقى على الموضوع الثاني وهو سبب تعادل النادي الاهلي مع فاركو. ناس بتقول لك السبب كولر، وناس ثانيه بتقول لك السبب اداره النادي الاهلي، وانا طالع اقول لك السبب في الاثنين. ليه بقى يا معلم؟ السبب في الاداره ان هي لحد الان ما جابتش صفقات ودعمت الفريق، والسبب الثاني في كولر، لان كولر وافق على السكواد اللي قدامه، وافق ان يفضل الفريق. قبل كده وافق ان احمد عبد القادر يمشي، وحمدي فتحي يمشي، ومحمد عبد المنعم يمشي، وكمان إليو ديانج يمشي، وغيرهم من اللعيبه زي القندوسي وكريستو. وكمان المره دي وافق على بيع بيرسي تاو واعاره كهربا. وطبعا ما تنساش الاصابات اللي حصلت في النادي الاهلي زي يحيى عطيه الله واشرف داري وعدم قيد علي معلول واكرم توفيق اللي مش عاجبه النادي الاهلي وعايز يمشي. سبب خساره النادي الاهلي في الايام اللي فاتت وسبب تعادله مباراه فاركو هي الاثنين، من الاداره ان هي مقصره في الصفقات، ومن كولر ان هو وافق ان يفضل الفريق وان هو لاعب بالسكواد اللي قدامه ده. فشيل ليلتك بقى يا معلم عشان انت وافقت
ان انت تفضل الفريق. وثالث موضوع هنتكلم عليه هو خساره نادي الزمالك. تعال اقول لك ايه سبب خساره نادي الزمالك. اول حاجه بسبب اللعيبه، ايوه زي ما بقول لك كده، لان اللعيبه داخله واثقه ان هي تكسب المباراه، داخله واثقه ان هي خلاص بقت في الصداره. احنا بنلعب مودرن سبورت اخر الدوري، ده ما فاتش ولا مباراه يا جدع، واحنا الزمالك، احنا لعيبه النادي الزمالك، فهنكسب المباراه فخلاص رسميا احنا في الصداره. ده حتى وصلوا لجمهورهم ان احنا خلاص الصداره زملكاويه. دي اول حاجه سبب اللعيبه. تاني حاجه سبب الاداره الفنيه للمباراه. كلنا شفنا التغييرات وكلنا شفنا اللي حصل في المباراة بسبب التغييرات. انت نزلت التغييرات، المباراة اتقلبت عليك. مدرب مودرن سبورت نزل تغييرات هجومية فقدر يكسب المباراة، وانت نزلت تغييرات عملت ايه في نادي الزمالك؟ بوظت نادي الزمالك. شيكابالا مين اللي ينزل يا جدع؟ شيكابالا خلاص خلص. شيكابالا بقى وش السعد على الاهلاويه، اول ما بينزل بيجي الجول على طول. وتالت سبب هو سبب الاداره اللي ما دعمتش الفريق لحد الان، الاداره اللي كل اهتمامها ان هي تجدد لاحمد سيد زيزو وناسيه باقي اللعيبه اللي ما خدتش مرتبات، ناسيه تدعيم الفريق، وكل همها ان هي تجدد لاحمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو اللي ما جابش للزمالك بطوله غايبه وهي دوري ابطال افريقيا، اللي من ساعه ما احمد سيد زيزو دخل نادي الزمالك ما شفناش دوري ابطال افريقيا، ولما بتدخل بتطلع حصاله، وبقى لك كذا سنه ما بتدخلش دوري ابطال افريقيا. فما تشغلش دماغك باحمد سيد زيزو، انت نادي الزمالك من اكبر الفرق في الدوري المصري، فمش لاعب اللي يوديك ويجيبك. اللي عايز يكمل في نادي الزمالك يكمل براحته، واللي مش عايز يكمل يغور، زي برضو اكرم توفيق في نادي الاهلي اللي مش عاجبه فلوس النادي الاهلي. فاحب اقول لك النادي الاهلي هو اللي عملك، ونادي الزمالك هو اللي عمل احمد سيد زيزو. هو ايه اللي بيحصل للفرق المصريه؟ ايه اللي بيحصل للاهلي والزمالك اكبر انديه في الشرق الاوسط؟ ايه يا جدع يا جدع، ده انت الاهلي وانت الزمالك، مش لاعب اللي يوديك ويجيبك. لا يا معلم، انتوا اللي بتعملوا اللعيبه، مش اللعيبه هي اللي بتعملكم. احمد سيد زيزو كان جاي الزمالك، مين احمد سيد زيزو؟ محدش يعرفه. نفس النظام اكرم توفيق كان جاي النادي الاهلي، برضه محدش يعرفه. فاللي عايز يكمل في اهلي او زمالك يا مرحب، واللي مش عايز يكمل يغور، هيجي مكانه طابور، لان احنا اللي بنعمل اللعيبه مش اللعيبه اللي بتعملنا. وهندخل طبعا على اصابه حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي طلع مصاب من مباراه نادي الزمالك ومودرن سبورت، ربنا يرجعه بالسلامه في اسرع وقت. كشف الطب عليه قال لك في اشتباه في قطع في الرباط الصليبي، فربنا يستر ويكون اشتباه فقط لا غير، مفيش الكلام ده. وحمزه المسلوسي لاعب راجل يرجع في اسرع وقت لناديه نادي الزمالك. واخر حاجه هنتكلم عليها اللي حصل بعد مباراه نادي الزمالك. كلنا شفنا اللي حصل من مصطفى رشدان مدافع مودرن سبورت، والشتايم اللي طلعت منه بعد المباراة. وكمان شفنا ميلا او نيلة، انا مسميه نيلة، عامل نادي الزمالك اللي بيشتم الحكام بافظع الالفاظ وبيسب لهم. انتوا عارفين سب ايه؟ كلكم سمعتوا الفيديو. ينفع ده يحصل في الدوري المصري؟ وميلا ده مش اول مرة يحصل منه كده، لانه حصل منه قبل كده وخبى الكور. او لاعب زي مصطفى رشدان يغلط في لاعب زي احمد زيزو ويشتمه بالفاظ مش كويسة. المفروض يبقى لجنة العقوبات ليها وقفة. لجنة العقوبات ادت ميلا وقف 3 مباريات و20,000 جنيه غرامة عشان سب الدين. وجمهور نادي الزمالك وجمهور نادي الاهلي ما بقاش قدامهم غير ده بيسب الدين، بيسب الدين عشان نادي الزمالك. احنا بقينا بنشجع بطريقه غريبه، وجمهور نادي الزمالك يقول لك طب ما حسين الشحات سب الدين، عملتوا له ايه؟ مش فارق معانا سب الدين، احنا فارق معانا العقوبه فقط لا غير. احنا وصلنا لدرجه من التشجيع محدش وصل لها، فربنا يسترها علينا ويسترها على الكره المصريه. هي دي اهم الاخبار اللي حصلت في الاسبوع كله، واستنونا في حلقه يوم الجمعه على اليوتيوب. بس كده، يلا سلام.